يا أبا الحسن، إني لا أعشق الشعر كثيرا، فأنشدني أبياتا أستحسنها. أنا قليل الرواية للشعر، بل أصر عليك بأن تنشدني لا محالة. أنشدني شعرا في وصف الخمر والجواري. باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فما أغنتهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد ما قبروا: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد طول الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتحصنهم، ففارقوا الدور والأهلين وارتحلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا، فخلفوها إلى الأعداء وانتقلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد رحلوا. سل الخليفة إذ وافت منيته: أين الحماة وأين الخيل والخول؟ أين الرماة أما تحمى بأسهمهم لما أتتك سهام الموت تنتقل؟ أين الكماة أما حاموا أما اغتضبوا؟ أين الجيوش التي تحمى بها الدول؟ هيهات هيهات ما نفعوا شيئا وما دفعوا عنك المنية إن وافى بها الأجل. فكيف يرجو دوام العيش متصلا من روحه بحبال الموت تتصل؟